السلام عليكم. معكم فاطمة الزهراء غماري، واليوم غادي نهضروا باختصار على مصطلح التعبئة العامة اللي دار ضجة مؤخرا في الجزائر. معناها هذه التعبئة العامة، وهل هي مرتبطة بحرب ولا أزمة؟ واش الدور تاع الدولة فيها؟ واش علاقتها بالحقوق اللي نتمتعوا بها احنا كمواطنين؟ التعبئة العامة هي قرار كبير، مش مجرد مصطلح إداري. يعني لازم يكون لها أساس قانوني واضح، وخاصها تكون مدروسة بعناية باش ما تسببش زعزعة الأمن الداخلي. لازم الحكومة توضح كل شيء للمواطنين بلا غموض. في النهاية الهدف هو حمايتنا احنا كمواطنين، لكن لازم يكون كاين تواصل مع الشعب باش قاع الناس يفهموا ويكونوا شركاء في بناء الوطن. اذا عجبكم فيديو ما تنساوش ديروا جيم وتشاركوه مع اصحابكم اللي يهتموا بالقانون. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو في رواحكم.